دعاء الخروج من المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا لما تيجي تخرج من المنزل تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. إحنا بنقول هذا الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قاله حين يخرج من بيته يقول له ملك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان سائر اليوم. الله، ده ايه اليوم المبهج ده ايه اليوم الرائع دون. بس هو السر انت بتقول الكلمات دي ازاي؟ كأنك وانت بتقول اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل، انت بتنوي من جواك أنا يا رب بنوي أن يكون يومي مستقيم مفيش فيه ضلال، أو أظلم أو أظلم، يا رب أنا بنوي أن يكون يومي بلا ظلم للناس. الله، ده انت كده ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والهنا والسعادة عليكم جميعا، او يا مساء الفل او يا مساء الهنا عليكم يا حبايب قلب. عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني من اخر فيديو كنت بقدمه معاكم. صباحكم معطر بذكر الله. النهارده جايلكم فيديو جديد باذن الله هيعجبكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. هنعمل ايه النهارده في الفيديو ده؟ ان شاء الله هنحضر الغدا مع بعض، وهيبقى يومنا كله طبعا في المطبخ يا حبايب قلبي. هيبقى يكون يومنا كله ايه في المطبخ. هنحضر بقى الغدا ونغسل المواعين ونشوف ايه كده. ايه كملوا معايا كده الفيديو وان شاء الله هتشوف احنا بنعمل ايه. تمام. طبعا ده كان فيديو امبارح يا حبايب قلبي. كان فيديو يوم الجمعة، بس بصراحة ما عرفش ان انا انزله لكم امبارح. فطبعا انا نزلت لكم النهارده ايه النهارده يا حبايب قلبي السبت. تمام، قولوا تمام يبقى تمام ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا بقى ان شاء الله نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، انا وكل السامعين وكل حبايبي في كل مكان. النهارده بقى تعملي غدا ايه يا ام محمد؟ قلت يا حبايب قلبي بقالي فتره كبيره جدا ما عملتش للولاد محشي، وطبعا كانوا طالبينه مني وقالوا لي يا ماما احنا عاوزين ناكل محشي وكده. قلت لهم خلاص تمام. خليت ابو محمد بقى جاب لي كرنب وجاب لي الطماطم وجاب لي الحاجه بتاعتي الايه بتاعت المحشي. تمام تمام يا حبايب قلبي. دخلت بقى طبعا انا سبكت وحشيت على بياتي يا حبايب، يعني انا مسبكه وحشيت يوم الخميس. تمام. عملت ايه بقى؟ اول ما دخلت بقى جبت حله. تمام، حطيت فيها جبت بقى حطيت فيها معلقتين زيت ونزلت ايه، لا مش معلقتين زيت يا حبايبي لان المحشي بيحب الزيت وبيحب حطيت يعني ايه قيمه نص كوبايه زيت كده، او يجي نصها او ربعها كده. تمام. وحطيت سبت اما الزيت يسخن على النار وحطيت الايه، نزلت بالبصله. بعد ما البصله اصفرت معايا، لان طبعا ديت محشي ما ينفعش البصله بتاعت المحشي ان احنا نحمرها يا حبايب قلبي عشان ما تعملش مرار معايا. فلازم تعملي ايه، لازم تصفرها كده تخليها يعني ايه مش ملونه قوي. نزلت بقى بعد ما البصله احمرت معايا نزلت بالطماطم. حطيت التوابل بتاعتي، حطيت ايه يا ام محمد؟ حطيت كمون، حطيت كزبره، حطيت 7 بهارات، وحطيت شطه، وحطيت ملح، وحطيت حبه سكر لايه، للحموضه يا حبايب قلبي عشان ايه الاكل ما يعملش ايه حموضه على لينا يعني. جبت حله تانية بقى حطيت فيها ميه وقلت بقى ايه اسلق الكرنب بقى طبعا معاكم. تمام. بعد ما الميه سخنت معايا نزلت طبعا بالايه يا حبايب قلبي بالكرنب بتاعي. المهم ايه، المهم يا بنات سبت الميه تسخن معايا ونزلت طبعا ايه لازما الميه بتاعت الكرنب اللي تسلقي فوق الكرنب لازما تكون الميه بتاعتها سخنه، لازما تسيبها كده على النار لما تغلي معاكي. تمام تمام. نزلت بقى كده سلقت اول كرنبايه، ودي هم يعني ايه كانوا 3 كرنبايات صغيرين كده، بس ما شاء الله يا بنات عملوا معايا حله والله جميله ما شاء الله حلوه. وعملت بقى للولاد محشي برده مشكل اللي هو البرنجان وكده، بس بصراحه ما صورتوش معاكم. تمام. فطبعا دي التسبيكه يا حبايب قلبي. وبعد بقى ما خلاص سلقت الورق وخلصت خلاص قطعت بقى الورق، جبت بقى التسبيكه بتاعتي وقطعت بقى الخضره اللي هي ايه كزبره وشبات وبقدونس، وطبعا وقطعتهم كده يا حبايب قلبي ونزلت بهم على الرز بتاعي بغسله غسل حلو. طبعا يمكن يعني الرز بتاعنا المصري ده بيبقى فيه مثلا من مطرح التبييض وكده فاهميني، فبيبقى يعني ايه فيه بعد ايه حبايه، فيه بعد طوبايه، فيه بعد ايه يعني كده، فلازم ايه ان هو يتنقى ولازم يتغسل غسيل حلو. نزلت بالخضره على الرز، وبعد ما نزلت بالخضره على الرز قلبتها تقليبه حلوه،
وبعدين نزلت بالتسبيكه يا بنات. طبعا شايفين لون التسبيكه عامل ازاي؟ ما شاء الله، والله الطماطم كانت زي الفل، وكان قرفته زي الفل بصراحه. طبعا حشيت على بيت ليا يا بنات، عشان طبعا يوم الجمعه ده بيبقى ابو محمد قاعد، فطبعا ما بعرفش اعمل فيه اي حاجه ولا بعرف اصور طبعا. والله زي ما بحكي لكم كده، فبيزعل يعني ان انا بصور يوم الجمعه وهو موجود، فيقول لي لا، انا بدل ما انا ابقى موجود ما تصوريش، ما بيرضاش بكده. تمام. المهم عملت الخلطه بتاعتي الحلوه بتاعت الرز دي، ما شاء الله الكاميرا والله ظلمها يا بنات. جبت بقى الحله اللي انا هحشي فيها، عملت بقى العنق بتاع الشبت والكزبره والحاجات دي اللي طالعه. تمام. وقطعت بقى ايه بصلتين كده زي ما انتم شايفين، وقطعت طماطميتين يا حبايب قلبي، وايه تاني يا ام محمد، وفلفل اخضر، وقرنين شطيطه. تمام. وبعدها بقى عملت فرشه حلوه قوي قوي يا بنات، والله كانت زي الفل، ما شاء الله كانت زي الفل. عملت بقى الفرشه يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا كانت هنا بنتي بيحبوا ياكلوا رز ني طبعا. فطبعا دي الفرشه بتاعتنا يا حبايب قلبي. قطعت بقى الايه الكرنب بقى، الورق بتاع الكرنب مسكته قطعت حبه منه كده احشي قدامكم يعني كده ايه. يعني وبعد كده بقى ايه، بعد ما حشيت معاكم شويه بعد كده بقى قعدت طبعا فصلت بقى الكاميرا، وقعدت بقى ايه في الصاله كده، وقعدت احشي براحتي. تمام. تمام يا حبايبي، احلى اكله طبعا، ولادي بيحبوها جدا جدا. بقالي فتره والله، بقالي زمن ما عملتهاش يا بنات. طبعا بقى كان جالي بقى شويه تعب، وجالي يعني فاهميني، فقلت لا ما اظلمش الولاد معايا. هحشي معاكم يا حبايب قلبي بقى ايه اول صف كده في المحشي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وبعدين ايه يا حبايب قلبي اكمله بقى كده مع نفسي. تمام. اللي ما صلاش على النبي يا حبايب قلبي يصلي على النبي في الكومنتات بالله عليكم، ينزل كده في الكومنتات يا حبايب قلبي صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم يا بنات، واللي ما حطش اللايك يحط لي اللايك فضلا وليس امر، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد يا حبايب قلبي. وربنا كده يا رب يعيننا كده على حالنا، ويدينا الصحة، ويدينا يا رب كده راحة البال، ويا رب يرزقكم يا حبايب قلبي، ويا رب يجعل دايما كده الخير عندكم على طول، ويا رب كده يعيننا على مهام يومنا يا حبايب قلبي. ربنا يعيننا على مهام يومنا. طبعا بقى ايه، كان وحشني بصراحة المحشي ده يا بنات. انا ذات نفسي اني كنت يعني اقول لكم ايه، والله كنت امر من ولادي، يعني كان نفسي ان انا اكل محشي قوي، لان انا بقالي سنه او اقل من سنه يعني ما عملتوش بصراحه، بقالي زمن كتير ما عملتوش. فقلت لها بقى كده يا بنتي يا ايه يا بسمه، قومي كده بقى الشكايه كده، وفرحي ولادك كده، واعملي لهم الاكل اللي هم بيحبوها. وايه، وطبعا يعني احنا هنعمل ايه يا بنات يعني، ملناش بركه برضو ولا ولادنا، ولازم نعمل لهم اللي هم عايزينه طبعا. احنا يعني عايشين في الدنيا عشان ايه؟ عشانهم طبعا. فربنا يعيننا يا رب، ويدينا طولة العمر، ويدينا الصحة والعافية يا حبيب قلبي، ويرزق كله مشتاق بالذرية الصالحة يا رب، يرزق كله مشتاق بالذرية الصالحة يا حبيب قلبي. عايزاكم بقى تكتبوا لي كومنتات حلوة كده يا بنات، بالله عليكم تكتبوا لي كومنتات حلوة كده، وتشيروا الفيديو كده مع اخواتكم مع اصحابكم مع حبايبكم، إيه عشان ان شاء الله كده ايه اكون مستمرة معاكم، وان شاء الله نكبر مع بعض يا بنات. طبعا بقى الحشو بتاع المحشي ده بصوا ما اقولكوش، كان سكر يا بنات، والله العظيم ما شاء الله. جربوا بس الطريقه بتاعتي دي وان شاء الله يعجبكم، انا عارفه ان انتم شاطرين وما شاء الله عليكم. بس احنا يعني ايه بنستفاد من بعض يا بنات. قعدت بقى كده ايه احشي يا بنات. طبعا عملت برضو اللي هو الخلطه بتاعت اللهم صل على النبي، لا عملت اللي هو البرنجان المشكل ده. كانت اي بنت عايزه تعمل بومبار، بس بصراحه كان عندي كان عندي في الفريزر، وقلت بقى لسه هطلعه بقى وكده، فقلت لها لا خلاص يا المره الجايه بقى بعمله لك وخلاص. فبنات كانت اكله زي الفل، واتجمعنا كلنا بقى كده يوم الجمعه كده، وابو محمد طبعا بيقعد معانا يوم الجمعه، واتجمعنا بقى كده واتغدينا مع بعض. وكانت والله اكله زي الفل، كانت ناقصاكم انتوا يا بنات والله العظيم، والله يا حبيب قلبي كانت ناقصاكم. طبعا بقى كان عندي شويه مواعين برضو، قلت برضو اغسلهم كده، يعني انا غاسله مواعين قبل ما انا مع يعني المحشي. طبعا في اليوم ده كنت انا عامله سمك، شويه سمك
وكنت عامله بقى رز وسلطه وكده. وقلت بقى ايه يوم الخميس ده احشي براحتي كده براحتي، يعني كنت عامله السمك يوم الخميس، وقلت بقى ايه احشي انا بقى على بيات، بحيث ان يوم الجمعه ده ما يبقاش ورايا حاجه، يا دوبك بس اقوم من النوم بقى اولع اللحمه وايه واولع المحشي واشوف دنيتي كده وايه ونتغدى مع بعض وكده، فاهمني؟ فقلت لا، ما انا احشي كده على بيت احسن، يعني ايه بيخفف معاك، انما ما تكون انت بتحشي في يومها كده في نفس اليوم بصراحه بيبقى يعني ايه بالنسبه لنا ما بيبقاش طالع معايا حلو. لازم احشيه على بيات، وبسيبه بقى احطه كده في التلاجة، ما بغطوش يا بنات، اوعي تغطيه وانت وهو في التلاجة، لا ما بتغطوهوش، بتحطي الحله زي ما هي كده من غير غطا، وتسيبيه يا حبيبه قلبي فين في التلاجة. ده بقى يا بنات كان تاني يوم، كان يوم الجمعه طبعا، ده بعد ما انا حشيت، شايفين الحله ما شاء الله. كنت انا بقى طبخت اللحمه، عشان ايه طبختها طبعا بدري، عشان يعني ايه احشي يعني ايه اعمل عشان اطبخ بقى اللهم صل على النبي، عشان اطبخ بقى المحشي يا حبايب قلبي. انا حطيت كده طبقين شوربه، شوفي بقى عقد المحشي بتاعك بتبقي انت حباه ايه. طبعا حطيت بقى الشوربه كده على المحشي، وهزيت الحله زي ما انتم شايفين كده. لازم ترج الحله يا حبايب قلبي، بحيث ان الميه ما يعني ايه ممكن تبقى عايمه معاكي فوق، بس ما تكونش نازله في ارضيه الحله، فانت لازم تهزي كده الحله حلو، وتحطي بقى الايه المعيار بتاعك. وبعدين بقى ايه طبعا كان هنا الانبوبه قربت تخلص معايا، فخليت ابو محمد ايه يغيرها لي، يحط لي يعني انبوبه جديده وكده. بتضايق اول ما بتكون الانبوبه بتخلص معايا وانا في وقت بطبخ، بتضايق جدا. المهم يا بنات، حطيت بقى طبعا الطبق ده كده في نص الحله كده في حله المحشي، وغطيت عليها، وولعت طبعا النار عليها. دي طبعا اللحمه بعد ما طبختها يا بنات ما شاء الله زي الفل. وهوريكم برضو المحشي ده، كان هنا بقى المحشي غلى معايا وايه، وهديت عليه يا بنات النار. قلت بقى لمي بقى ايه اي حاجه بقى يعني من ورا الفطار بقى. وكان طبعا كنت انا فصلت بصراحه يوم الخميس على بيت ده، ما كنتش بقى قدرت ان انا اعمل حاجه يا بنات بصراحه. إيه كنت خلاص يعني بمعنى اصح فصلت، قلت لا الصبح بقى اولع على الاكل، وامسك بقى الايه المواعين كده اغسلها وانا واقفه كده تمام. كانت عندي بنتي بقى إيه ايه مسكت هي البيت، نظفت البيت وروقته، وانا ايه غسلت الطبقين اللي في غسلت الطبقين اللي في الحوض دول وايه. واللي عزكم الله مسكت برضو الحمام برضو سيقته وغسلت الحوض وروقته ايه. وكنا الحمد لله على كنا متغدين امتى كده على العصر، كان تاني الحمد لله مخلصه الاكل، يعني انا مخلصه الاكل اصلا من بدري، بس كان ابو محمد مش موجود، كان يعني بره بيصلي وكده. اجا بقى واتلمينا كلنا واتغدينا، وكانت اكله زي الفل والله العظيم يا بنات، كانت اكله زي الفل. كان هنا بقى في الوقت ده الاكل على النار، على البوتاجاز على النار، وقلت بقى ايه يعني ايه اتسلى جنب الاكل كده. وكان عندي برضو غسيل، غسلت يوم الجمعه برضو، شغلت الغساله طبعا، الغساله عندي اوتوماتيك بحط فيها الدور وتغسل مع نفسها وكل حاجه مع نفسها. فسبتها برضو هدوم الشغل كانت بتاعتهم يعني ما غسلتهاش، شغلت الغساله عليها بحيث ان انا انشرها برضو، عشان ايه ما يقوموا ان شاء الله يوم السبت باذن الله، يعني صباحيه السبت وهم رايحين شغلهم يبقى الايه الهدوم بتاعتهم نظيفه. طبعا كانوا بقى يعني ايه بتاع كده بولاد بقى طبعا مطرح يعني دي كان فيها المحشي وكيكات تانية برضو كنت مقطعة فيها الورق بتاع الكرنب برضو، والحقي ده برضو يعني ايه كنت مقطعة في الشبت. فيعني ايه شوية مواعين بساطات يعني ايه بسيطين يعني. تمام تمام يا حبايب قلبي. طبعا الجنب التاني بتاع الحوض ده طبعا كنت انا يعني ايه بكف عليه كده المواعين، لان انا طبعا يا بنات ما عنديش طبعا حته مطبخ، يعني ربنا يسهل كده ان شاء الله، وان شاء الله اجيب ايه حته مطبخ باذن الله. عندي الترابيزه كده حطيتها وفرشت عليها مفرش كده، وبايه بصفي بقى المواعين على الحوض بعد ما اغسل، وبعدين برجع احطها إيه على الترابيزه. نتصرف يا بنات، يعني مش الوقت دوت يعني نقوم نعمل بقى يعني عايزين مطبخ يبقى خلاص مش لا، يعني واحده واحده كده تبع الظروف، برضو كل واحده تبقى ماشيه تبع ظروف جوزها. وربنا يعين جوازاتنا يا رب، ويخلي لنا اولادنا ويفرحنا بيهم، اللهم امين يا رب العالمين. وارزق كل مشتاق بالخلف الصالح يا رب، يا رب يرزقكم يا حبايب قلبي ويفديكم وينجيكم يا رب، واسترها معاكم واسترها على جوازاتنا في غربتهم يا رب كده، واستر كل واحد يا رب في غربته ويرجع لبلده سالم غانم، واسترها معانا يا حبايب قلبي ومع اولادنا يا رب، يسترها معانا.
المهم هنا بقى كنت انا خلصت يا حبايب قلبي خلاص غسيل المواعين، مسكت بقى الرخامه غسلتها غسله حلوه كده زي ما انتم شايفين، وحوالين الحنفيه كده بتاعت الحوض، وغسلت برضو الايه الحله بتاعت الحوض كده غسله حلوه. وبعدين بقى يا حبايب قلبي ايه هوريكم طبعا الاكل بعد ما يعني ايه بعد ما احنا خلص بقى ان شاء الله. غسلت بقى معايا الحوض كده، خليته فله كده شمعة منورة يا بنات، والله خليته فله الحمد لله، ربنا يعيننا يا رب ويدينا الصحة. فانا وبنتي بقى كل واحد كده ايه مسك حاجة، وكنا مخلصين بدري والله يا بنات، وكان يوم ما شاء الله عدى يعني في لحظة كده، عشان ابو محمد قاعد معانا اجازة، والله اليوم ده بيعدي في ثواني. فيلا الحمد لله ربنا يعيننا كده. مسحت بقى ايه جبت الفوطة دي كده، مسحت بقى ايه الرخامة برضو نشفتها كده، واعصرها بقى واحطها طبعا ايه على الحوض يا بنات. تمام. ده بقى يا حبيبي قلبي بعد ما انا خلصت الحمد لله، وراكم بقى الاكل معايا. كان الاكل خلاص استوى معايا الحمد لله، وكان المحشي برضو استوى معايا ما شاء الله، كان زي الفل زي الفل يا بنات ما شاء الله، والله العظيم ما شاء الله الكاميرا بصراحة ظلمة. كان زي الفل، قضينا يومنا كله النهارده في المطبخ غسيل المواعين، حضرنا الغدا الحمد لله وفضل ونعمة من عند ربنا. ودي كان الاكله بتاعنا يا حبايب قلبي، يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ومع الف سلامه.